أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وحلقة رقم 5 من قصة الوحوش. قصة الوحوش يا أعزائي المتابعين اللي لسه بيتفرج عليها يتفرج على الحلقات الأولانية عشان يفهم القصة ماشية ازاي. طبعا اللي مش عارف القصة دي من تأليفي أنا يوسف القناص. فطبعا يا أعزائي المتابعين هي قصة جديدة ونوعها قصة خيالية، وحكيت لكم قبل كده إن القصة دي فكرتها جاتلي من فيلم أكشن اتفرجت عليه على التلفزيون، كان عبارة عن وحوش. فأنا جاتلي فكرة إن أنا ألف قصة بعنوان قصة الوحوش. والحلقة 5 من قصة الوحوش رائعة جدا وأحداثها كتيرة ورهيبة يعني. وأنا في الفيديو ده هحكي لكم عن بعض الأحداث بالتفصيل الدقيق، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. في بداية الأحداث في حلقة 5 يا أعزائي المتابعين، احنا عارفين إن مستر توني رايح المطار علشان يسافر مصر، لأن هو جات له منحة دراسية في إنه يدرس اللغة الإنجليزية في مصر. فهو طبعا كان فرحان جدا وكان طاير من الفرحة، وكان رايح المطار وتحدد إن الرحلة هيركب الرحلة بتاعت الطيارة اللي هي رقمها 888، واللي هي هتنطلق من إنجلترا، من مطار إنجلترا الدولي لمطار القاهرة. عموما وهو رايح المطار بص على السما وهو راكب العربية اللي هتوديه المطار، وشاف حاجة غريبة جدا بتطير في السما، مش منظر عصفورة ولا منظر خفاش، كائن غريب جدا. وده اللي خلاه يحس بخوف شوية، ولكن ده ما منعش مستر توني ان هو يكمل الرحلة بتاعته. واثناء توجهه للمطار خلاص ديت سوري بعد كده مستر توني بيبدأ رحلته وبيسافر لمصر. الطيارة اللي ركبها مستر توني اللي هي رقم الرحلة بتاعتها 3 8، طبعا لان مستر توني اجنبي فهو مش هيقول دعاء السفر، لان هو اجنبي مواطن من انجلترا، هيقول الدعاء ليه؟ هو اجنبي. مستر توني طبعا كلمة توني هنا مكتوبة غلط، هي كانت مكتوبة غلط، مكتوبة بالطاء، لكن هي الحقيقة الصح بتاعها مكتوبة بالتاء. بس الكيبورد بتاعت الكتابة بتكتب الأسامي غلط وبتكتب الحروف غلط. واللي عنده أي مشكلة في الحروف قولولي، يعني انتوا بتقروا أحداث القصة اللي أنا هنزلها في الديسكريبشن عرفوني برضو، علشان أكون عندي نظرة إن في أخطاء كتابية لازم تتصلح. مستر توني طبعا أثناء سفره وبداية إقلاع الرحلة، يعني وهو بيسافر لاحظ برضو وجود هذا الكائن الغريب وهو بيحلق في السماء. كان بيطير في السماء وهو مستر توني راكب طيارة سفرية ورايح لمصر، وبص من الشباك لاحظ الكائن الغريب المرعب ده وهو بيطير في العالي قوي. واللي ما تعرفوش بقى ان مدة الرحلة من مصر لإنجلترا بالطيارة كانت مدتها 6 ساعات. رحلة طويلة طبعا، رحلة طويلة وكبيرة. فهو كان هيقعد في الطيارة يسافر 6 ساعات بحالهم عشان يروح مصر ويدرس الإنجليزية في مصر. بس اللي حصل كان شيء مخيف جدا، ما كانش في الحسبان، ولا احنا يعني ما كانش مستر توني متوقع كده، ولا اي حد متوقع اللي هيحصل. فاللي كان مستر توني بيشوفه في السماء بدل المرة 2 3 ما كانش عصفورة زي ما هو فاكر،
انما هو وحش مرعب مخيف جدا. الوحش ده مرة واحدة ظهر قدام شباكه، وهو بيتفرج على الشباك كده لقى وش الوحش بيبص له قدامه من شباك الطيارة. تخيلوا الرعب عامل ازاي. احساس صعب جدا تبقى بتتفرج على الشباك وانت مسافر في طيارة، وفجأة تلاقي حاجة بتبص لك كده مرة واحدة. فجأة الوحش المرعب ده خبط الطيارة جامد جدا، خبطة جامدة أثرت في المحركات بتاعت الطيارة كلها. الوحش ما اكتفاش بكده وبس، ده كمان قام بتفجير كل محركات الطيارة. يعني ما هواش وحش سهل يعني. بس هو طبعا يا أعزائي المتابعين اللي هيسأل هو ازاي فجر محركات الطيارة الوحش ده؟ أولا هو كوحش ازاي يعني بيطير في السماء؟ أكيد هو كوحش عنده جناحات. وإن هو ازاي فجر محركات الطيارة ده لأن هو بيطلع من بقه ليزر مش نار زي ديناصورات، لا، ليزر لون أحمر. الليزر ده ليزر خارق بيفجر أي محرك قدامه، وعينيه بتطلع نار. يعني بقه بيطلع ليزر أحمر وعينيه بتطلع نار، وديله شبه مخالب النمر. أما وشه بقى فهو شبه جاروف الحفار. وهنا يا أعزائي المتابعين الحتة دي أنا بوصف فيها مواصفات الوحش المرعب اللي مستر توني شافه. فطبعا الوحش ده أنا مش عارف إذا كنت وصفته لكم بشكل حلو ولا لأ، بس أنا متأكد جدا إن أنا وصفت الوحش بشكل كويس جدا. بعد كده بعد ما فجر المحركات مكتوبة غلط برضو، هنا مستر توني لقى نفسه في حالة خطرة جدا. محركات الطيارة كلها انفجرت، يعني الطيارة دلوقتي طايرة في السماء من غير محركات. وطبعا مستر توني بقى مرعوب، خايف جدا، حس ان هي دي نهاية حياته. مش بس كده، ده الوحش كمان ما اكتفاش باللي هو عمله، ده كمان كسر هيكل الطيارة. يعني في جزء من الطيارة كده اتخلع، وبقى مستر توني شايف السماء قدامه، فصرخ وقال الحقوني. طبعا ده حياة لمن تنادي. كل الركاب بيصرخوا ومستر توني بيصرخ، وكل الركاب هرعوا وبقوا يجروا على الطرقة بتاعت الطيارة ويصرخوا الحقونا الحقونا. مين يلحقهم؟ محدش يلحقهم. الوحش بيصطاد فيهم واحد ورا التاني وياكل فيهم. وطبعا مستر توني محظوظ قوي. الوحش ما كلهوش. الوحش ما كلهوش ما كلهوش دلوقتي، بس هو هياكله بعدين. مش عشان هو مش شايفه، لا، عشان المساعدين او اللي هم بتوع الضيافة اللي في الطيارة ادوا مستر توني باراشوت. الباراشوت ده قالوا له خد يا مستر توني الباراشوت ده ونط من الطيارة. وحضرتك بقى هتنط من الطيارة وتفتح الباراشوت، الله أعلم بقى هتكون فين والباراشوت يوديك في أنهي حتة، يا على البحر يا على السواحل يا على مصر. لأن الوحش هاجم الطيارة في منتصف الرحلة، بعد منتصف الرحلة بشوية، فهو هينط بقى مش عارف هو هينزل فين. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش متوقع، لأن مستر توني فعلا نط من الطيارة بالباراشوت. كانت الطيارة من فوقه بتتحطم وبتنفجر. أثناء قفزه الوحش شافه هو بينط كده من الطيارة. الوحش المخيف شافه. هتقولي ازاي شافه اما هو وشه شبه الحفار؟
هو انت حضرتك حد قالك ان الوحش ما عندوش عيون؟ ما هو اي وحش ليه عيون وبيعرف يشوف، وعنده حساسات بتخليه يحس بأي حاجة تحصل من حواليه. فالوحش صرخ صرخة وحوش وقام جري عليه، وهو طبعا مستر توني شافه وهو بيصرخ عليه، كأن يعني الوحش بيقول للمستر توني انت هتهرب على فين؟ ده انا هاكلك الوقت. بس الوحش هو طبعا مش بيتكلم، بس من نظرته ومن ملامح صرخته الوحشية بتوضح ان هو رايح يلتهم مستر توني. وقام بسرعة ساب الطيارة الوحش ده وراح لمستر توني. مستر توني كان وصل لارتفاع منخفض، فبدأ يفتح الباراشوت وحس ان هو بقى كان مفكر ان هو نجا. لكن للأسف الفرحة ما تم، يعني زي ما بيقولوا كده، يا فرحة ما كملت. هو كان فاكر بقى انه خلاص نجا وفتح الباراشوت وهينزل بسلام، ولكن المشهد اللي جاي كان صعب جدا، لان الوحش ما سابوش في حاله. الوحش راح قطع الباراشوت بتاع مستر توني اللي هو لابسه. ومش بس كده، بعدها مستر توني لقى نفسه بيقع لان الباراشوت اتقطع. وهو بيقع الوحش عمل، راح الوحش سبقه في النزول ارتفاع منخفض اكتر، وبعد كده قام فتح بقه. طبعا الوحش وحش كبير، فبقه كبير جدا وابتلعوا في بقه واحد. واول ما اسنان الوحش قفلت على جسم مستر توني كان الله يرحمه، الله يرحمه مستر توني، انتهى. كان خلاص اتفرتك في بق الوحش. ما هو الوحش وشه شبه الحفار واسنانه شبه الحفار، فاسنان حاده جدا جدا بمعنى الكلمه. اول ما قفل بقه على مستر توني نزلت اسنانه، فرمته فرمته كليا. ما بقى مستر توني خلاص اتفرم جوه بقه، اتفرم جوه بق الوحش. طبعا في الرحله دي لا مستر توني نجا ولا كل اللي كان على الطياره نجا. حتى الطيار نفسه اللي كان بيسوق الطياره الوحش كله، والمساعد بتاع الطياره برضه الوحش كله. كل اللي كان على الطياره الوحش كله. طيب، هو الموضوع لحد هنا حلقة 5 أحداثها بتنتهي. لو أنت وصلت معايا لحد الحتة دي في الفيديو، أنا طبعا آسف على صوت الدوشة اللي في الشارع، بس معلش يعني. اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي، لو في مخرج بيتفرج على تأليف القصة بتاعتي، فياريت ياريت يساعدني بسرعة. أنا نفسي أدخل مجال التمثيل ونفسي أتأهل لدخول مجال التمثيل. شغل التأليف اللي أنا بعمله ده مجهود شخصي مني، مجهود شخصي مني، وأنا أتمنى جدا إن يكون في يوم من الأيام اللي بعمله ده سبب في دخولي مجال الفن والأغاني الحزينة اللي أنا بكتبها كمان. يعني أنا نفسي أدخل مجال الفن بأي شكل من الأشكال، مهما حصل مهما حصل. ده هدفي اللي مستحيل أتنازل عنه، وهو ده حلم حياتي. بس كده يا أعزائي المتابعين، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتساعدونا أكتر وأكتر عشان أدخل مجال الفن. أشوفكم في فيديو جديد.
مع السلامة.